الحلقة اليوم عن انحلال السلطة المرابطية بعد وفاة يوسف بن تاشفين، أي فترة حكم ابنه علي بن يوسف. وقد وصفه لسان الدين بن الخطيب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة بأنه كان ملكا عظيما عالي الهمة رفيع القدر فسيح المعرفة عظيم السياسة، كما كان ورعا متعبدا يحب العلماء ويؤثر مجالسهم ويشاورهم في أمره، حتى اشتد نفوذ الفقهاء بالمغرب والأندلس في عهده، خاصة ابن حمدين قاضي قرطبة، حتى أصبح لا يقطع في أمر من الأمور صغيرا كان أو كبيرا إلا برأيهم. حكم علي بن يوسف ما بين 1107 و 1143، ترك من الذكور 11 ولدا، خلفه في الحكم ابنه تاشفين بن علي. تعرضت الدولة لانحلال كثيرا من الأسس التي قامت عليها الدولة المرابطية. تكتلت الممالك الإيبيرية المسيحية بالأندلس للقيام بحركة الاسترداد، وحركة الاسترداد نعني بها الحركة التي قامت بها المماليك الإيبيرية المسيحية منذ تدهور الحكم الأموي بالأندلس. استمرت قرونا طويلة، وكان هدفها طرد المسلمين من الأندلس. وبقيام هذه الحركة فتحت العديد من الجبهات ضد القوات المرابطية الموجودة بها، وتزايد الضغط المسيحي على الأطراف الشمالية من الأندلس، مما أدى إلى استنزاف قوى المرابطين وضعف مواردهم. ونتج عن ضعف موارد الدولة المرابطية في المغربين الأقصى أي المغرب والأوسط أي الجزائر فرضها لضرائب غير شرعية مثل القبالات التي كانت تقتطع من مدخولات الأنشطة الفلاحية والصناعية والتجارية، وذلك إلى جانب الأعشار والزكوات. وتزايدت مقادير ضريبة القبالات بشكل تدريجي وبتوالي خلفاء يوسف بن تاشفين، أي على عهد حكم ابنه علي بن يوسف، ثم تاشفين بن علي، وإبراهيم بن تاشفين، ثم إسحاق بن علي. وقد قام المرابطون بفرض ضرائب جديدة غير شرعية على سكان المدن بالأندلس، كانت أبرزها ضريبة التعتيب، فقد كان من المفروض أن يخصص دخل هذه الضريبة لترميم مدن الأندلس وبناء أسوارها التي تهدمت على إثر المعارك التي جرت بين المماليك المسيحية وملوك الطوائف. بفعل الغزوات التي قامت بها القوات المسيحية، إلا أن نسبة كبيرة من دخل الضريبة كانت تتعرض للتبذير والاختلاس. تكلفت فرق عسكرية مسيحية بجمع هذه الضريبة، وكانت هذه الفرق المسيحية من سجناء الحروب ومن المرتزقة، ووفرت لهم الدولة المرابطية امتيازات كبيرة، منها أنهم يقومون بجمع الضرائب والجبايات مقابل أخذ نصيب منها، فكانوا يرفعون من قيمة الجبايات على السكان ليوفروا لأنفسهم أكبر قدر ممكن من المداخيل. وبذلك ظهرت حركات معارضة وانتفاضات ضد السلطة المرابطية سواء بالأندلس أم بالمغربين الأقصى والأوسط، فكانت الفرق المسيحية تقوم بإخمادها بالقوة بمساعدة الجيش المرابطي، وهذا ما جعل الدولة تفقد مصداقيتها السياسية. أيضا عرقلت كل حركة تجديد لعلوم الدين، واتجهوا لتدعيم امتيازاتهم المادية والسياسية، حيث أن الفقهاء داخل الدولة المرابطية شكلوا شريحة اجتماعية ذات وزن كبير داخل المخزن المرابطي، فكانوا يتقاضون مرتبات عالية ويشاركون في مجلس استشاري يملي على الأمراء المرابطين ما يمكن العمل به في الميادين الدينية والسياسية والثقافية والمالية، ومارسوا حق الرقابة على محاضر الأحكام الصادرة عن القضاة المحليين. كانوا يصدرون أحكاما فقهية متصلبة وغير مستندة على أصول الشريعة. إليكم نص تاريخي مقتطف من كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمؤلفه عبد الواحد المراكشي، الذي يقول فيه: لم يكن يقرب من أمير المسلمين أي فترة حكم علي بن يوسف ويحظى عنده إلا من علم الفروع، أعني فروع مذهب مالكي، فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها،
وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بهما كل الاعتناء. لذلك ففي هذه الفترة لم يعد الفقهاء المرابطون يهتمون إلا بتدعيم مراكزهم الدنيوية، وتخلوا عن التعمق في أصول الدين، وابتعدوا عن الاجتهاد في النوازل والمستجدات التي أصبحت الإمبراطورية المرابطية تعرفها، وأدى الاعتماد على الفروع دون غيرها إلى تجريد الدراسة الفقهية من روح الاكتشاف والتجديد، فانساق الفقهاء وفقهاء وراء التقليد، ولمس الناس عجز الفقهاء عن مسايرة واقعهم الجديد، فسقطت هيبتهم. وكان العلامة المشرقي أبو حامد الغزالي قد تعرض في كتابه إحياء علوم الدين لنزعات الفقهاء المسلمين في الحرص على المناصب العليا وجمع الثروات، بين بأن العلم لم يكن أبدا حرفة أو مهنة دنيوية تعود على صاحبها بالربح العاجل. إليكم نص تاريخي آخر من كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمؤرخ عبد الواحد المراكشي، الذي يردف فيه قائلا: لما دخلت كتب أبي حامد الغزالي المغرب أمر أمير المسلمين أي علي بن يوسف بإحراقها سنة 503 هجرية بإعاز وتحريض من الفقهاء، وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصال المال إلى من وجد عنده شيء منها، واشتد الأمر في ذلك. وقد كانت فترة يوسف بن تاشفين من أبرز الفترات التي عرفها الغرب الإسلامي، سواء من حيث التوحيد السياسي أم من حيث القيام بالجهاد، إلا أن تصرفات خلفائه جعلت الدولة المرابطية تفقد مشروعيتها الدينية، فوجدت الدعوة الموحدية أرضية ملائمة للتنديد بالتجاوزات المرابطية.